أصدقائي إخواتي، السلام عليكم وعلى من اتبع الهدى ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا هكلمكم عن الإعاقة البصرية. تمام. الأوراق المطلوبة بتاعتها، أول حاجة هيجيب رسم شبكية كهربائية وحساسية العصب البصري. لازم يكون مستشفى حكومي معتمد ومختوم بشعار الجمهورية اللي هو ختم النسر. وهيجيب مجال إبصار للعين، معمل إشعاع مقطعي العصب البصري. تمام. وبيجيب مقياس النظر كام على 60، ده من الآخر عشان الأفضل يعني. بيجيب مقياس النظر كام على 60، 1 على 60، 2 على 60، 3 على 60، 4 على 60، 5 على 60، أيا كان. بس ده الأفضل إن هو يجيب النتيجة كام على 60، طبعا لكلا العينين مش لعين واحدة. ولازم أي ورقة هيجيبها تكون مختومة بختم النسر. تمام. ده كده بالنسبة للإعاقة البصرية. في نقطة تانية هكلمكم فيها اللي هي موضوع بيع الجوابات. تمام. بس قبل ما اقول بيع الجوابات انا عايز اقول حاجة بس صغيرة، لان الناس كلها معتقدة ان كل اللي معاه كارت خدمات لازم ينجح في السيارة. المعلومة ديت اولا خاطئة. تمام. لان اي معاق من حقه ان هو يطلع كارت خدمات، اي اعاقة. لكن مش شرط ان كل اللي طلع كارت خدمات يستحق السيارة بدليل. دلوقتي درجات الإعاقة عاملينها شديدة، متوسطة، وبسيطة. تمام. فدي عشان الخدمات اللي بتقدم للمعاقين، فكل المعاقين من حقهم يطلعوا كارت خدمات، لكن مش شرط كلهم يستحقوا سيارة. لأن أغلب الناس بتظن إن هو طالما طلع كارت خدمات يبقى يستحق عربية. الموضوع ده غلط. تمام. نيجي بالنسبة بقى لموضوع بيع الجوابات. أولا بيع الجوابات ده هو السبب في حالات السقوط الكتير دلوقتي اللي احنا بنشوفها. ليه؟ وحاجة تانية كمان، ده غير السقوط. انت النهارده لما تيجي تقعد تنشر على النت ان الجواب ب 60 و70 و80، طب ما هو كده برضه لازم يعلي عليك رسوم. اوكي، اللي هي رسوم الحجز يعني. ماشي. ولازم برضه يحاول يعني اقول لكم حاجه، الموضوع الجديد ده بتاع الحجز الالكتروني دوت، هم بيحاولوا يحموا المعاقين من السماسرة اللي بيبقوا موجودين. فيزا يا باشا، فيزا يا بيه، والعكه دي كلها. تمام. بيع الجوابات ده اولا سلاح كله صعب، مش كويس. النهارده المعاق عايز يبيع جوابه، ماشي، ما هو لو بياخد تكافل وكرامة هيتقطع. الحاجة التانية، اللي بيشتري الجواب لو اتمسك بالعربية بسم الله ما شاء الله، هقولها بالبلدي كده، بيتنفخ. فيا جماعة يا ريت يعني نخف من الموضوع دوت، او حتى لو عايزين تعملوه يبقى في الخفة كده، مش على الملأ. الحكومة سايبة الناس تلعب شوية، لكن مش صح اللعب ده. ماشي. فاللي عايز يعمل حاجة زي كده بلاش جهرا كده الجواب ب60 و70 و80 لا. لان برضه لاحظوا حاجة تانية، اولا موضوع سيادة المعاقين ده بيأثر على السوق العادي. طبعا لازم يأثر، لان اغلب الناس هتبعد عن الزيرو وهتتوجه لموضوع العربيات المجهزة. ف وده برضه اللي خلى ايه بقى، اللي خلى دلوقتي الاسعار بقت زادت بسبب العملة. تمام. وبسبب ان هو بقى تجارة بقى رائجة بقى، فالحكومة الاخرى عايزة تاخد حقها. فيا ريت الموضوع بيع الجواز ده يا ريت يا نقلله يا نعدمه. تمام. يا اما يبقى في السر، ما يبقاش في العلن كده. ماشي. دي حاجة. الحاجة التانية، كل انسان حر يفعل ما يشاء. بمعنى انت النهاردة كعميل من حقك انك تحجز عندي او تحجز عند غيري او تحجز بمعرفتك، محدش اجبرك. تمام. انا برضو النهارده من حقي ارد على عميلي او ما اردش على اي حد تاني بيسأل سؤال، برضو براحتي. لان انا كائن حي عندي دماغ ليها حدودها. تمام. لكن معلش ما ينفعش ان انا ابقى قاعد في بيتي مش عارف اقعد، رن اسئله كل شويه. تمام. وبعدين في نقطه، ما هو اغلب بيسالني عليه، انا عندي واوا انجح ولا ما انجح؟ طب انا مالي؟ هو حد قال لك انها لجنه طبيه؟ لا.
الحاجه التانية يعني انت حتى لو عايز تسالني المفروض بتسالني وانت قدامي عشان اشوف عنده اعاقه ولا ما عندوش مثلا يعني. ماشي. فانا عايز اقول لكم ان انا العملاء بتوعي بتعامل معاهم لما بيجي لي المكتب بس برتب له ملفه. حلو الكلام. ولو هو بيبقى مخطئ في بعض او مخطئ في اظهار الاعاقه بتاعته بوضح له انك لازم تظهرها بالطريقه الطبيعيه بس ده كل ما هنالك. تمام. الحاجه التانية راجل فاتح مكتب وبدفع ايجار. ماشي. فالنهارده دخل لي واحد انا عايز اقول يعني لا مؤاخذه يعني فعلا قليل ادب ومش متربي. ماشي. داخل يقول لي هو انت ما بتردش على الناس ليه؟ انا حر. زعلان ليه؟ انا حر. انت فاكر مثلا لما تيجي تقول الكلمتين دول مثلا قدام الناس ان انا اتكسف واتحرج؟ لا، انا ولا بتحرج ولا بتكسف، لان عندي مبدأ ان انا ولا اسرقك ولا اشتغل ببلاش عشان تكونوا فاهمين. انا مبدأي كده فعلا. الحمد لله انا بقالي 25 سنه في المجال ده. الحمد لله عمري ما دخلت بيتي قرش حرام. انا عايز اقول لكم تابعوا صفحتي كده شوفوا اراء العملاء بتوع اللي عاملوني. انا كلمتي سيف، وعدي وعد شرف. تمام. مش متربي ان انا البس الناس في بعض واهرب، لا ما عنديش الكلام ده. كل حياتي دايما بالورق والقلم. على فكره حتى مع عيالي كده عشان تكونوا عارفين. يعني انا مثلا عيالي معاهم فلوس، تمام، جيت اشتري مثلا حاجه بمبلغ كبير ممكن الم الفلوس دي كلها. اوكي. الفلوس اللي اخدتها من كل عيل من عيالي بكتبها في ورقه عشان اسدها. فانا عندي العدل عدل. ماشي. فيا ريت يعني كل واحد يلتزم حدوده. ماشي. لان انت يعني اقول لك حاجه، لو انا مثلا جيت اجبرتك تتعامل معايا انت هتقول لي انا حر. طب حقك. انا برضه ارد او ما اردش حقي. اوكي. ما ينفعش انا اجبرك او انت تجبرني. انا بصراحه يعني تعبت من الكلام. فعايز اقول لكم ربنا يوفق الجميع ان شاء الله للي فيه الخير. تمام. وعايز اقول حاجه تانية برضو. اولا انا مبدئي في شغلي مش مبدئي الفلوس. اقول لكم بقى ايه دليلي على الكلام ده. دليلي ده انا مش برد غير على العميل بتاعي. ليه؟ العميل بتاعي ده حاجز عندي، فانا كده حجزت له. ده الاساس بتاع الشغل اصلا ان انا احجز له. حلو. كون بقى ان انا اظبط له ارتب له ملفه. تمام كده. او مش عارف يظهر اعاقته بفهمه الصح يظهرها ازاي. تمام. انا كده بكني بعمل عمل خير الحمد لله يعني. مظبوط. فانا كده اكلت عيش وعملت عمل خير. تمام. طيب انا لو بتاع فلوس هصطاد الناس اللي ساقطه واقول له اخد منك قد كده ومعلومتين وشكرا. لا، انا عندي بقى سمعتي اغلى من الفلوس. ماشي. الحاجه التانية وقتي غالي عليا وغالي عندي. دلوقتي انت راجل مش حاجز عندي، هضيع وقتي معاك واوجع قلبي. اوجع قلبي معاك ليه؟ تمام. لان انا لو انا مش كويس هبيع لك الكلمتين. لا انا مش بتاع فلوس، انا بتاع مبدأ. دخلت عندي مكتبي انت على دماغي من فوق. اتعاملت مع نفسك ربنا يوفقك. لان برضه معلش دلوقتي انت راجل دخلت من باب معين لخبطت دنيتك تشيلني انا الهم ليه. ماشي يا جماعه. الحاجه الاخيره بقى عشان اقفل. انا عميلي اصلا بعامله يوم اللجنه فقط. بشوف يوم اللجنه فقط. حلو الكلام. يعني اقول لكم حاجه صغيره. في ناس مش عارفه يعني ايه اعاقه. ماشي. في ناس بتتكسف الناس تعرف ان هي عندها اعاقه، فبيحاول يعني بقدر الامكان ما يبينش اعاقته. طب ما ده غلط برضه. بالعكس اتعامل بطبيعتك اللي ربنا خلقك بيه، واللجنه هي ليها الحكم من الاول والاخير. ماشي يا جماعه. كل سنه طيبين. انا كده وضحت لكم الرؤيه كلها وعرفتكم ليه ما بردش على الناس اللي مش حاجزه عندي. تمام. لان انا في اللي مكفيني. تمام. الحاجه التانيه لو بتاع فلوس اعرف ازاي اشتغل عميل، لكن انا مش بتاع فلوس. تمام. انا بتاع حقي بس. حقي وقيمه الحجز فانا واقف جنبي. اوكي. حجزت بمعرفتك ربنا يوفقك.
ما تضيعش وقتي ولا تشغلني بحاجه ما تخصنيش. اوكي، كل سنه وانتم طيبين. واي حد عايز يسال في حاجه يقول لي عليها، لان النهارده اتكلمت عن موضوع بيع الجوابات، لان في واحد من اصدقائي قال لي النبي اتكلم عن موضوع بيع الجوابات دوت، وقد ايه هو بيأثر فعلا في حالات النجاح. لان الحكومه لما تلاقي الناس ان هي بتيسر الناس موضوع الجوابات وهما بيبيعوا بره، طب ما ده برضه بيخسر الحكومه، برضه بيخسرها فعلا. ماشي يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. اي سؤال ابعتولي عليه وانا اكلمكم فيه. ماشي. في ناس قالت لي والنبي اتكلم لنا عن موضوع بتاع العربيات والمرور. تمام. اولا قولا واحدا فصل، العربية مكتوب على الجواب لا يقودها الا مالكها، يبقى لازم اللي يسوق العربية صاحب العربية نفسه فقط، ولا حتى اخوه ولا ابوه ولا ابنه ولا امه. ده قول واحد. الجواب مكتوب فيه سائق اخر، يبقى ممنوع اصلا على صاحب الجواب ان هو اللي يسوقها. تمام. لو المرافق دوت اللي هو درجة اولى، الدرجة الاولى بتضم الاب والام واولاد الشخص. تمام. ده ممكن برخصة عادية، اما ما عدا ذلك لازم رخصة مهنية ولا حل بديل. تمام. في ناس بتقول لك العربية بتاعت معوقين وانا سائق مرافق والعربية اتسحبت. طب ما برضو الحكومة عندها حق السبب بقى. اولا انت وجودك في العربية لا مؤاخذة في اللفظ سواق فقط لا غير، فانت سواق لمين؟ انت سواق للمعاق. تمام. طب هل المعاق ده موجود في العربية؟ لا. اذا فانت كده خالفت قانون الجمارك وقانون المرور. كل سنة وانتم طيبين. اخيرا حد هيسأل في حاجة يبعت لي وانا اتكلم فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.